الأولى أن تقلق على أبناء وطنك، وأن يتم صرف تلك المليارات على مشاريع تنموية تخدم من ضاقت بهم سبل العيش حتى خرجت شكواهم إلى وسائل التواصل الاجتماعي. مطالبنا هي حقوقنا، مع العلم أن حاجز الخوف الآن قد انكسر، والكثير من الشعب ليسوا بدونه. تعطونا من خير هذا البلد، ما احنا طالبين شيء من جيوبكم، من خير هذا البلد. أعطونا من خير هذا البلد. بهذه العبارة يناشد مواطن سعودي حكومة بلاده بعد أن ضاقت عليه الحال من الفقر وقلة ذات اليد، مطالبا بأن توجه نفقات البلاد إلى محتاجيها. في أكبر دولة خليجية يحتل اقتصادها المرتبة الثانية عالميا في احتياطي النفط والأولى في الإنتاج والتصدير، تنفق أموالها في غير موضعها، مما يفاقم من فقر الفقراء. بعض المصادر والتقديرات تشير إلى أن نسبة الفقراء في السعودية تصل إلى 25% من السعوديين، البالغ عددهم نحو 20 مليون مواطن، أي ما يعادل 5 ملايين سعودي. الآن موجودين في حديقة الملك عبد الله، هو الوالدة هذه سعوديين بطاقهم في جيبهم وجالسين في هذا المكان في العراء. ايش عندك هنا؟ طعام لي وليس. انت سعودي؟ ايه سعودي. الفقر ليس عيبا يقال في متوارث الأمثال بين العرب، لكن المعيب أن تدار ثروات البلاد لتحاك وتنسج بها افتراءات على دول أخرى، ويهمل أبناء البلاد ليتركوا فريسة للفقر، والفقر هذا أبو الإرهاب والدافع إليه. في شهر رمضان المبارك عام 1438 العوائل ينتظرون التفطير التابع لجمعية ميكال الخيرية. لماذا تنفق السعودية رزها على الغير وفيها من لا يجدون رزا ليفطروا عليه في شهر رمضان؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه الآن آخر حبة دجاجة تم توزيعها إلى الآن. انظروا للنساء، أكثر تقريبا من 70 حرمة ما استلموا وجبة الإفطار اليوم.